السلام عليكم الاخوان. بغيت نوضح لكم واحد الموضوع. تحياتي الناس مكناس الرجال. هانتوما في نهار واحد هانتا سنترال ديال 8/7/2026 جوده حتى هي في 8/7/2026 نهار واحد شديت عندهم السلعه والثلاجه كانت عامره بجوج بهم. غنشوف باش تعرفوا الثلاجه ديال الجوده تبارك الله راه خاويه دابا في نهار واحد. هانتوما وصلت العشيه هي خوات الثلاجه ديال سنترال. تحياتي الرجال مكناس خلاوها كما هي هكا بغيناكم. المقاطعه راه بدات في مكناس، كنتمنى تعم في المملكه المغربيه كامله باش يعرفوا راه حنايا ماشي غير اللي جاو يديروا فينا. تبارك الله عليكم. ها انتم هاد الثلاجه سنترال طاري نهار واحد عمرتهم غير في الصباح. تحياتي. معنا بعد شي شركات خرج زادوا في البرودويات ديالهم. الصباح جاو عندنا صحاب الجوده راه دايرين الروميز حتى مزيان تبارك الله مخير. شوف الناس اللي كتستغل الفرصه بحال هكا اللي تزادت ما تاخذوهاش وتهناو. ما تاخذوهاش. مثلا زادوا الشركات اخرى كاين البديل الحمد لله. ما كاين البديل مزيان. انا نوريكم ديال اليوم شحال عطانا الروميز في هادشي. الروميز 65.59. هذا هو الرمز اللي عطاونا الصباح. هو هذا الجوده كتخدم ذكيه. دائما الجوده كتخدم ذكيه. ما كيزيدوا الشركات الاخرين كتبقى دير البروموسيون باش كتزيد السوق تحكى السوق. مشاهدينا، كتعيش الأسواق المغربية ومنصات التواصل الاجتماعي حالة من الغليان بعد قرار شركة سنترال الرفع من الأثمنة ديال المنتوجات بشكل مفاجئ. هذه الخطوة واجهها المواطنين والتجار بغضب، بحيث انطلقت على إثرها حملة مقاطعة واسعة. هذه المقاطعة المتداولة في عدة مدن من بينها مدينة مكناس اللي كتوثق ركود تام لسلع سنترال في الثلاجات، في المقابل إقبال كبير على منتوجات الشركات المنافسة بحال الجودة اللي استغلت الفرصة بذكاء وقدمت عروض وتخفيضات مغرية للتجار بدون زيادة في الثمن. المهنيين أكدوا أن هذه الزيادة العشوائية خلقت لهم مشاكل مع الزبناء، ووصفوا خطوة سنترال بأنها بمثابة انتحار تجاري. قدم إشهار مجاني للمنافسين. شاركونا الآراء ديالكم في التعاليق، وشنو الرأي ديالكم في هذه الزيادات؟ واش فعلا بديتوا المقاطعة؟ وممكن تخليو لنا من أي مدينة كتكتبوا. هنا وصلنا لنهاية التقرير ديالنا اللي كان من مدينة مكناس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.